صلوا على النبي ويلا نبدأ. أنا ليا أخ ومعاه طفلين وهو وزوجته موظفين والحياة كانت ماشية بينهم كويس قوي والحمد لله. كانوا ماشيين بمبدأ المشاركة في كل حاجة، حتى المصاريف كانت بالنص والحمد لله حياتهم كانت ماشية كويسة. أنا وأخويا قريبين من بعض جدا، وبحكم كده أخويا يعرف كل صحباتي البنات اللي في نفس سني. أنا أصغر من أخويا ب4 سنين. في واحدة هو شدلها قوي وحبها قوي وهي كمان حبته، يا دي النيلة المنيلة ب60 غبرة. حبوا بعض جدا وهي موافقة كمان انها تتجوزه وتبقى الزوجة التانية. دي ما عندهاش كرامة يعني. مش مشكلة، يلا نكمل. علشان هي بتحبه قوي، عشان بتحبه. واهلها كمان موافقين لانهم عارفيني وعارفين اخويا وعارفين عيلتنا كويس جدا. فعلا اخد شقة قانون جديد وبدأ يجهزها وما كانش عاوز مراته تعرف، بس المشكلة ان مراته عرفت. دي مشكلة صح، عشان لو مراته عرفت هتعمل مشاكل، بس المشكلة انها عرفت. واحنا شاكين في واحدة تانية من صاحباتنا لانها برضو عينيها كانت على اخويا. ليه؟ واخوكي ده كان ايه، مهند يعني ولا حسين فهمي ده ولا كان ايه؟ بعدين هو الراجل المتجوز بيبقى مرشوش عليه شوية سكر يعني ولا ايه؟ معرفش. انا الراجل المتجوز او المرتبط او الخاطب بتحس ان النمل يعني مش عارفة سكر، والبنات بيبقوا حواليه زي النمل، معرفش فيه ايه. يلا نكمل القصة. بتقولي لأنها عينيها برضو كانت على أخويا، فأكيد زعلت لما عرفت إن هو ارتبط بواحدة صاحبتنا وتنتقم منه، حبت تنتقم منه. فبلغت مراته عرفت وعملت مشكلة طبعا، وبطلت تصرف على البيت معاه. خلّيه بقى الشملول يصرف هو، خلّيه مش هو عايز يروح يفتح بيتين، خلّيه بقى، ما كانش قادر على بيت أصلًا من الأولاني، رايح يفتح بيت تاني، خلّيه الشملول يروح يفتح بقى بيتين. هي دلوقتي مش عايزة تصرف معاه في البيت، وشالت إيديها من كل حاجة، وأخويا طبعًا زعلان يا عيني حرام، وما بقاش قادر على المصاريف لوحده، لإنه طبعًا بيجهّز للجواز التاني، وبدأ يتكلم في الطلاق وكده. يعني هو أصلًا لا إله إلا الله، وبدأ يهددها بالطلاق. يمكن ترجع على اللي في دماغها، هي اللي ترجع عن اللي في دماغها. يمكن ترجع عن اللي في دماغها وتخاف من الطلاق وكده. ليه تخاف من الطلاق؟ ليه يعني؟ هو الطلاق ده بعبع مثلا؟ وتساعده زي الأول، واحنا خايفين على بيته من الخراب. صح، انتوا خايفين بأمارة ما انتوا رحتوا اتقدمتوا لواحدة وعملتوا كل شيء، كأنه أصلا لسه واحد عازب. وعشان خاطر كمان الأطفال، لأن انتوا عملتوا حساب فعلًا للأطفال اللي عندهم ومش عارفين يعملوا ايه. نحل الموضوع ده ازاي ونقنعها ازاي تساعده زي الأول، علشان تحافظ على بيتها وعلى ولادها وما تبهدلش بيهم لو اتطلقت. وانت خايفة عليها يعني؟ حرام خايفة عليها يعني، قلبك بيتقطع عليها. انت بقى لو كان همك على مصلحة أخوكِ فعلًا كنتِ تقولي له لأ. أنت كده متجوز ومخلف ومعاك بيت ومراتك كتر خيرها، كتر ألف خيرها إنها بتساعدك في مصاريف البيت اللي أنت أصلا ملزم بيها، مش هي اللي ملزمة خالص. هي مادام اتجوزت تبقى أنت اللي ملزم إنك تأكلها وتشربها وتقعدها في مسكن. ده أقل حاجة، ده أقل حقوقها خالص. إنما هي الست شالت معاك الطين وساعدتك، وبدأت تنزل تشتغل عشان تساعدك وتحط القرش على القرش عشان تمشوا مستورين والحمد لله، وما تكونش محوج لحد ولا تروح آخر الشهر تستلف من ده ومن ده، علشان خاطر يبقى هو ده جزاتها في الآخر إنك تسيبها وتروح تتجوز عليها. ليه يعني؟ كانت عملت لك ايه؟ ما هي طالع عينها معاك اهي. انت عايز منها ايه اكتر من كده؟ في الاخر بتكافئها بانك تروح تتجوز عليها، وانت يا اختي زعلانه علشان خاطر هي ما بقتش بتصرف في البيت. هو ده كل اللي مزعلك؟ هو ده كل اللي مزعلك ان هي ما بقتش بتصرف في البيت؟ ده ايه ده ان شاء الله؟ ايه الجبروت اللي انتوا فيه والقسوة دي؟ فيه ايه؟ وبعدين ايه؟ يمكن ترجع عن اللي في دماغها. هي اللي ترجع عن اللي في دماغها، ولا انت المفروض اللي تعقلي اخوكي بقى وتقولي له لا عيب بقى واصحى كده وفوق لنفسك وفوق لمراتك وبيتك ولعيالك، علشان خاطر اللي انت فيه ده كده غلط. مادام انت اصلا مش قادر تعدل بين واحدة، هتروح تجيب لها واحدة تانية انت في ايه يعني؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ بدل ما هي اللي ترجع عن اللي في دماغها وعن الطلاق، لا، اخوكي بقى اللي يرجع عن اللي في دماغه ويروح يسيب خطيبته اللي خطبها دي ويعيش لمراته ولعياله. هو ده اللي انا اعرفه. لو انتوا فعلا خايفين عن البيت خايفين على البيت وخايفين على العيال وخايفين على الكلام ده كله، انما انتوا اصلا مش في دماغكم الكلام ده كله، وبتولولوا لما هي قالت لكم لا انا خلاص شلت ايدي ومش هصرف. ما انت عايزين منها ايه يعني؟ عايزاها تعرف ان جوزها هيتجوز عليها وتقعد تقول لكم ماشي ما شاء الله، وتكمل شغلها وتكمل طحنتها تاني وتتطحن برضو وهو رايح يتجوز عليها؟ ده ايه اللي انتوا فيه ده؟